شعار الجزيرة، رمز الجزيرة لما عم نحط نحن الجي شو هي؟ يعني هي بالأساس هي قناة يهودية تم شراءها من قبل دولة قطر، وهذا الشيء مثبت، واشترطوا عليهم يخلوا الجي اللي هي جوش مشان تضل انه هي الجزيرة. هدول هن اللي طالعين عم بيتظاهروا، هدول هن وبدهم اياهم مطرح رئيسنا هذا، مطرح الرئيس الشاب البطل، هدول هن بدهم اياهم يجوا، ولا اللي قاعد بفرنسا هذا اللي عمال يخرف واللي بايع وطنه وقابض ثمنه مقدما من 2005 هذا بده يجي يحكي لنا ما فشلوا يروحوا يلعبوا بعيد. سبق وقلت ووصفت هؤلاء بالحثالة وأعود وأقول هؤلاء حثالة. مين اللي عم يطلعوا كل يوم جمعة 15 و10 و2 و7 و10 و15 والى اخر ما هنالك قوى تحركهم بيتحركوا على شاشه الجزيره كل يوم بشوفهم. ما بدك تستثني حدا منهم؟ لا استثني احد. لا. ما يجري الآن هو حرب بين سوريا وإسرائيل بالوكالة داخل أراضي سوريا ينفذها هؤلاء الخونة والمرتدون والمرجفون في الأرض، وهؤلاء قتلهم فرض وواجب، وقتالهم هو أولى من قتال العدو الإسرائيلي، لأن العدو في الداخل الذي ينفذ أجندات خارجية ويأتمر بأوامر خارجية هو أخطر بكثير من العدو الخارجي. وكلنا نعرف، ولكن يبدو أن أمير قطر ترازل حتى على أسياده، وللأسف أنا جريح جدا من سقوط أي دم سوري على الأرض السورية نتيجة هذا التحريض من قناة الجزيرة. وإذا كان لا يعرف من هو أبوه فليسأل أمه عن أبوه من يكون أبوه، ولو كان ابن أمه وأبيه لما فعل بالسوريين ذلك. نحن عم نسجلها وعنا فوق عم تحلل كل شيء عم بيعملوه، تمام، فوق نفسيه، ونحن هلا عم نعمل ابحاث. نحن اليوم استفدنا من التجربه، نحن اليوم عم نعمل ابحاث وعم نعمل ماجستيرات ودكتوراه بالاعلام اللي عم تقوم فيه الجزيره، الاعلام السلبي. يا ايها الخنزير، يا من تدعي انك وصلت الى مرحله الصحابه، هل عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول نعم كنت ممحونا وكان يلاط بي؟ إذا كنت قد ادعيت أنك صرت صحابيا، هل عندك الجرأة يا خنزير أن تقول هذا؟ يا سادتي، يا أبناء شعبي السوري، يا أبناء شعبي السوري العظيم، في هذه الفلاشة 3 دقائق و20 ثانية تفضح فيها فضائح والله العظيم الحمد لله على كل ما يرضي الله. فيها فضائح لزوجة واحد خان الله وخان رسوله وخان الأمة لزوجته مع واحد من CIA. بالفعل اللي استحوا ماتوا، لكن المطر نزلت، بدكم نقول ما نزلت؟ ولك المظاهرات بالعشرات وتفرقت من المطر، ولك أهلنا وأهل الميدان بيشكروا ربهم كل ما نزل المطر. فعلا ما عادوا استحوا. يجب أن أقول لك أنه لا يوجد مواطن في الشارع السوري يقتنع بذلك. ثم أين كان هذا الطفل؟ كان هذا الطفل وحمد الخطيب يهاجمون مساكن طيبة لسبي النساء، ويجب أن نعترف بالحقيقة ونسمي الحقائق بأسمائها. هؤلاء ليسوا أطفالا، وبالتالي لا يجوز استخدام الطفولة بهذه الصور القذرة من قبل سواء قناة الجزيرة أو جهات مغرضة تريد استخدام الطفولة. 15 عاما ليس طفلا. أشكرك جزيلا بسام أبو عبد الله، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، كنت معنا من هنا.